السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم نقدم لكم واحد الحليوه كتجي سهله وما فيهاش شي مقادير كثيره وفي متناول ديال الجميع. وعندنا هنايا المقادير: عندنا زلافه ديال الزيت، زلافه صغيره ماشي زلافه كبيره، وهنايا 250 زلافه اللي كتوز 250. هذه زلافه فيها 250 ولكن انا نقصت شي 50 غرام، ما عملتش 250 كامله. المهم الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. هنايا عندي ربع ديال الزبده 250، وعندي واحد خصاشي ديال السكر فاني، هنايا شويه ديال الملحه، وهنا عندي 500 غرام ديال الكاوكاو محمر ونص بالقشور ونص بلا قشور، وعندي الدقيق الكافي. هنا عندي كيلو ناقص شي حاجه، المهم ماشي ضروري، كاين الطحين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. وعندي للتزيين عندي هنايا الشوكولات، وعندي هنايا الكوك على حسب هادو، على حسب الكميه اللي غادي تكفانا. صافي هادو هما المقادير، وتبعوا معايا الطريقه ديال التحضير ديالها. صافي هنا نزيدو السكر، نخلطو هاد الزبده مع السكر، عاد نضيفو الزيت. حتى كندخلو داك السكر مزيان مع الزبده، عاد نضيفو الزيت باش ميبقاش يلعب لنا في الكسعه. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. ما كتجي سهله، ما كتجيش صعيبه، ودغيا ما فيها طابع، ما فيها مرش معيق كورها وحطها. غير دابا ملي تطيبها تخليها شويه حتى كتبرد، عاد تملها في الشوكولاط حتى هي كتكون يعني دغيا كتفرزت، حتى كتبرد عاد كتقبط راسها. صافي هنا نضيفو الزيت. صافي كنستمر حتى كيدخل ديك الزيت مع الزبده مزيان والسكر، كتحس به يعني داب، ما كيبقاش هكاك في حبيبات. عاد ديك الساعه نزيدو الكاوكاو ونزيدو الطحين. المهم هانتوما معايا تشوفوا يعني الطريقه موضحه في الفيديو. صافي دابا نزيدو الكاوكاو، صافي كنستمر حتى كيتدمجوا ديك الكاوكاو مع الزبده والسكر باش ما يبقاش شي حبيبات ديال الكاوكاو باينين. هو عندي مطحون مزيان، دابا كيبقى يعني معجن، ما يبقاش ينسجم مزيان. صافي هنا من دمجنا يعني الكاوكاو مع الخليط ديال الزبده والزيت. دابا غنضيفو الدقيق. هادو غير حبيبات ديال الكاوكاو، هادو يعني حبيبات ماشي معجن.
صافي غنجمعها ونرجع معكم باش ما يجيش شي فيديو طويل. صافي من بعد ما رجعت من جمعتها ورجعت معكم دابا هي ما كتكون ما خفيفه ما قاصحه، ملي كتعملها هكذا يدك ما كيلصقش، يعني صافي كتعرفها بان راه واجده، ما كتكونش قاصحه بزاف ما كتكونش خفيفه. المهم ملي كتعملها هكا كتجبر يدك ما كيلصقش، صافي هذاك هو القوام اللي محتاجين به. صافي غنكورها ونرجع معكم. صافي دابا رجعت معكم، يعني هكورها وما تكونش كبيره بزاف ما تكونش صغيره، حيت ملي كنعملوا لها كنفندوها في الشكلاط في الكوك يعني كتزيد تكبر، يعني تكون بهذا الحجم هذا اللي يعني في الفيديو، ما يكونش كبيره بزاف ما تكونش صغيره بزاف. صافي يعني نستمر معكم وملي عادي نطيبها نرجع معكم. ها هي من بعد ما طابت خرجتها من الفران، يعني صورتها معكم في الطاوله حيت ما تقدرش تقيسها دابا حتى تبرد، تدي مده طويله. دابا عاد تحاديها كتفرتت، من بعد ملي كتبرد مزيان واخا تهزك ما كيوقع لها حتى شي حاجه. ها صافي من بعد ما طابت خرجت خليتها حتى بردت، يعني كدي وقت في البروده باش ما تفرتتش، عامله كيف بحال البهله او اكثر، يعني كتجي هشيشه. صافي كندوب يعني الشكلاط وكن يعني كندوزها مزيان في الشكلاط وكندوزها في كوك صافي كنخليها تنشف. ايوا نتمنى تعجبكم وتقدموها بالصحه والراحه، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تعجبكم ان شاء الله توجدوها. ما تنسوش التعليق والاشتراك ودعم القناه وتعملوا لي لايك ان شاء الله. شكرا لكم بزاف.